الفترة دي دايما اعمل لحضراتكم حصر باهم المشروعات اللي موجودة في الشيخ زايد، سواء الشيخ زايد القديمة او الشيخ زايد الجديدة. نورني عندي في الشركة، عندي مستر عمر زينهم، يبقى سيلز مانجر في شركة الكارما. شركة الكارما من الشركات القديمة في الشيخ زايد، ليها 9 مشروعات، منهم 5 مشروعات ساكنين وعايشين فيلل وشقق. فالشركة نازلة بمشروع جديد في نيو زايد، كومباوند على مساحة 100 فدان، كومباوند فيلات بس فاها. مستر عمر هيدي بريف لحضراتكم للعملاء اللي هي مهتمية ان هي تشتري في نيو زايد النهارده. فاسعار ممتازة جدا، وشركة عندها سابقة اعمال، وشركة تراستد وقديمة في السوق في الشيخ زايد. اولا انت مشرفنا جدا يا شرف ليا عمر، يا حبيبي، ربنا منورني يخليك. عندي في المكتب. ربنا يخليك. فارجو منك بقى بايجاز يعني انا الاسعار، هقول لك ايه بريف ايه هقول لك المشروع الجديد؟ بريف عن الكارما الاول عشان الكلاينتس عظيم. اللي مش عارفه الكارما، بعد كده اخش لك على المشروع عظيم. على طول. عظيم. الكارما احنا بقى لنا 27 سنه في الشيخ زايد. ده حقيقي. توتال المشاريع اللي عندي 9 مشاريع، ما شاء الله. 7 منهم فيلل ومشروعين شقق. سابقة اعمالي من 9 ان انا في 5 مشاريع متسلمين وساكنين بالكامل. هم اول مشروع بنتكلم فيه كارما واحد، ده كارما واحد ده ورا زايد 2000. ده كان مشروع بنتكلم افريج 45 فدان عليه 130 فيلا ما بين التوين هاوس والستاند الون. ده كان في سنه 96. بعد كده عملنا مشروع بعديه اسمه كارما 2، ده كله فيلل، ده في الحي الخامس قدام زايد على طول الناحيه الثانيه. جميل. تالت مشروع عملناه كارما 3 او كارما هايتس، ده كان مشروع بوتيك كومباوند عليه فيلل سور في سور مع بالم هيلز. عظيم. اسمه كارما 3 او بما يسمى بكارما هايتس، اللي هو ده كارما هايتس. ودي كانت الاراضي بتاعته والمساحات في كارما 3 كانت مساحات كبيره. بص الكارما متخصصه مباني كبيره، مساحات مباني كبيره ومساحات اراضي كبيره، ولاند سكيب، والمساحات بتبقى واسعه ما بين الفيلات. بالظبط مظبوط. بعد كده نزلت. وبتهتموا برضو بفكره الكلاب هاوس والفاسيلتيز والخدمات؟ انا افتر سيلز بيبقى، يعني انا افتر سيلز بيبقى موجود جدا قوي، موجود مع الناس. انا في قلب الصيانه في المشروع بالانترلوك باللاندسكيب. يعني المشروع ما بيبصش من بعد سنتين من استخدامه؟ لا ما بيبص. عشان كده كمان انا حتى في كل ما انت عارف طبعا، عشان ده كان البنى القديم وكانت القوانين القديمه، فانا كان عندي معظم المشاريع دي كانت اتحاد ملاك. انا كل المشاريع اللي نازله جديد في الكارما موجوده في العقد، هي كلها هتبقى اوبريتد باي الكارما في سكرت اوبريشن احنا اللي هنعملها. لان انا كل حاجه بعملها ان هاوس، انا ببقى صاحب الارض او شريك في الارض. عندي شركه المقاولات بتاعتي هي اللي بتبني لي، وعندي الاداره الهندسيه بتاعتي هي اللي بتشطب لي. العميل عايز النهارده سعر حلو في وسط الاسعار النار اللي بيسمعها دي. مظبوط. انا وعايز شركه تبقى عندها سابقه اعمال ومضمونه، لان انا بنقل لك تخوف العميل دايما. فاهم. بس فخش لنا على المشروع الجديد. اخش لك على المشروع الجديد نكمل. ده كارما 4، ده كان مشروع الفيلل. بعد كده نزلنا عملنا الكوميرشال. كان عندنا مول اسمه مزار مول، ده كله هيبقى ايجارات تمام. وده الريزيدنشال المزار مول، ده المول الريزيدنشال بتاع كارما ريزيدنس. جميل. بعد كده في ده شغال دلوقتي ده شغال دلوقتي اوريدي. كل دي لايف شوتس. جميل. بعد كده كان عندنا النادي اللي هو اللي ماسكه سماش، ده بتاع الكارما ريزيدنس. بعد كده من 2020 بدات اعمل مشاريع جديده. اول مشروع كارما جيتس، ده كان في الانترنس بتاع نيو زايد. ده كومباوند 35 فدان عليه 182 فيلا ما بين التاون والتوين والستاند الون. المشروع ده 90% منه اتبنى بالكامل، 99% منه سولد اوت، ما عنديش فيه غير يونت واحده بس استلام كمان سنه. سعر الفيلا دي كام اللي موجوده؟ دي احنا بنتكلم في 300 متر مباني على ارض 460، بتبقى 4 اوض بلس الليفنج، بنتكلم ب 19 مليون 600. النظام ندفع 15% مقدم وبنقسط البيع على 5 سنين واستلامها شهر 12 2024. مبنيه يعني؟ مبنيه موجوده. تمام. ده موجود فين؟ ده في الانترنس بتاع نيو زايد. احنا لو جايين على وسط داشور على يميني بيفرلي هنلاقي البوابات بتاعت الصحراوي، جنبيها في بوابه دي هتبقى مدخل 3 مدينه الشيخ زايد. هنخش من البوابه دي 200 متر بالظبط من وسط الداشور، المشروع على ايدنا الشمال. جميل. ده كارما جيتس. ده في فيلا واحده بس؟ ده في فيلا واحده بس هي اللي متبقيه. طيب. بعد كده عملنا مشروع اسمه نو فيلا، ده 1 ستوري فيلا 20 فدان عليه 62 يونت كلهم 1 ستوري فيلا بس. والمشروع ده الوحيد اللي سيلكتيف في الكارما. تمام. بسلكت في العميل. ده في يونتس؟ في يونتس موجوده، بنتكلم حوالي افريج اللي موجود 20 يونت 22 يونت. 1 ستوري. مساحتها الاصغر مساحه عندي بنتكلم في 333 متر مباني
على اراضي 550. دي كلها اللي هي كلها على دور واحد. دور الفيلل او كل الفيلل، هنا الميزه ان كل الفيلل معاها بيزمنت. عظيم. دي اسعارها كام؟ دي ستارتنج من اول 25. اول 25. من اول 25. الاستلام بتاعها امتى؟ سنتين. سنتين. نظام سدادها من 10% على 6 سنين. على 6 سنين. على 6 سنين. واللوكيشن بتاع نو فيلا بالظبط؟ عارفين طريق، احنا جايين من المحور ده ميدان جهينه، بنمشي على طريق وسط دهشور، بوابه زايد 5. احنا قدامها الناحيه الثانيه على طول دايركت على وسط دهشور. في بافر زون ما بيني وما بين الوصله حوالي. ده في زايد القديمه بس تبع جهاز اكتوبر. انا عارف. في 100. لا انا بقول زايد القديمه واكتوبر على اساس ان ايه؟ ان المنطقه كلها إن المنطقة ده زايد القديمه. لكن انا عارف بيبقى في جزء مخصص لزايد وجزء تخصيص اكتوبر. مظبوط. ده زايد القديمه. بعد كده ده الرندرز بتاعته. وده فيه انشاءات كام في المية؟ نتكلم حوالي 30 35%. انا حفرت الارض بالكامل وخلاص. في فيلا انا بدات اطلع خلاص بيها. انت بالظبط. ده اخر مشروع نزلنا بيه السنه اللي فاتت، كارما كي. ده مشروع شقق هيتسلم متشطب بالتكييفات. ده شقق بس. بالظبط. ده شقق بس. فيري برايم لوكيشن في الشيخ زايد القديمه. هو دايركت على طريق النزهه. طريق النزهه اللي هو اوله هايبر 1 واخره بوابات الصحراوي والنادي الاهلي. اللوكيشن بتاعه لو احنا جايين من على طريق المحور، بنخش مدخل واحد الشيخ زايد اللي هو طريق النزهه، على شمالي هايبر 1، على يميني رويال سيتي، بكمل على طول 2 كيلو بالظبط هنلاقي المشروع دايركت على ايدنا اليمين قدام زد الناحيه الثانيه على طول. قدام زد على طول. قدام زد على طول. ده مشروع بوتيك كومباوند 20 فدان، كله شقق بس، هتتسلم متشطب بالتكييفات، متقسم لمرحلتين، مرحله اولى ومرحله ثانيه. المرحله الاولى سولد اوت بالكامل، عندنا يوم الاحد الجاي ريليز المرحله الثانيه. افريج سعر المتر 60000 متشطب بالتكييفات. المساحات من اول 62 متر اب تو لحد 300 متر. عظيم. 10% على 7 سنين والمينتنس 7%. الاستلام امتى؟ والمشروع كله فيه اندر جراوند باركينج. فيز 1 استلام 2.5 سنين، فيز 2 استلام 4 سنين. عظيم. ولو فيز 2 خلصت بالظبط، خلصت قبل الميعاد والكلاينت حابب يستلم اليونت بتاعته بدري، بيوصل لي بس نسبه الاستلام اللي هي بتبقى 60% ويستلم اليونت بتاعته لو حابب يستلم قبل 4 سنين. كارما كي موجود قدام زد، فده برايم لوكيشن. المشروع ده هو شقق بس للعملاء اللي هي مهتميه ان هي تشتري شقق متشطبه بالتكييفات وما يشيلش هيدك التشطيب ان هو بالزبط. ممكن يكلفه بعد 4 سنين لو حصل تغير في عطله، سواء بقى بسبب الانفليشن، بسبب انت بتبقى ذاكر برضه التشطيب عامل ازاي، بتبقى ذاكره للعميل في العقد. بالظبط. المشروع الجديد اللي انتوا نازلين بيه مظبوط في نيو زايد، عايز بريف سريع من حضرتك بالاسعار. أيوة. المكان بتاعه برضه فين؟ ايوه احنا نازلين بمشروع جديد ده كله فيلات. هيبقى 100 فدان. انا الكارما عامه مش بعمل بروجكت الميكس، انا يا اما بروجكت فيلل يا اما بروجكت سوا، ما بعملش الميكس. احنا نازلين بمشروع 100 فدان تبقى كلهم فيلل بس ما بين التاون والتوين والستاند الون. نازلين بمساحات كبيره. التاون الميدل 230 متر مباني على ارض 220. التاون الكورنر هيبقى 240 متر مباني على ارض افريج 280 300 متر. التوين عندنا مساحتين، عندنا الصغير 250 متر مباني، الكبير 275 متر مباني. الاراضي افريج من 300 ل 350. والفيلا اللي عندنا فيها 4 مساحات تبتدي من اول 285 توصل معانا اب تو لحد 400 450 متر. ده الستاند الون. اراضي الستاند الون تبتدي من اول 400 متر توصل معانا ماكسيمم لحد 950 الف متر اراضي. انت بتسلم متشطب ولا لا؟ انا الفيلل عامه كل مشروع الكارما في الفيلل من جوه بتبقى كورن شيل طوب احمر. ده في الجديد. في الجديد وفي القديم اي مشروع فيلل سواء ما عدا الشقق بتاعت كارما جيت. بالظبط. كارما كي ده متشطب كامل بالتكييفات. جيتس ونو فيلا والمشروع الجديد انا بسلمك من بره الفيلا متشطبه بالكامل، الواجهات كلها خلصانه، الاراضي كمان بتبقى مزروعه، الباك والفرونت واليارد، الشيد بتاع الباركينج بسلم من بره، بسلمه لك متشطب بالكامل. من جوه كورن شيل لسه ما اتحددتش، احنا في فتره البري لونش، ففي خلال اليومين اللي جايين دول هيبقى معانا كل التفاصيل. انظمه السداد بقى والاسعار. انظمه بنتكلم دلوقتي 10% على 7 سنين. عظيم. استلام 4 سنين من تاريخ التعاقد. تمام. الارض مكانها فين؟ احنا بنتكلم ان كل دي نيو زايد. عظيم. تمام. انا عندي هنا اعمار، هنا سودك، هنا هيبقى سولانا، عندي هنا مشروع اسمه بالم جاردنز بتاع ادريس، بعد كده هنا في مشروع اسمه نوران جاردنز، بعد كده نايا، بعد كده ستيتس. انا نازل في الارض اللي في النص دي. كل دي 130 100 فدان دايركت على محور الضبعه، في بافر زون ما بيني وما بين محور الضبعه 130 متر، وده هيبقى حرم طريق. وانا على اهم محور في نيو زايد اللي هو محور الضبعه اللي بيربط ما بين ايست وويست. بمعنى ايه؟ ان احنا بنطلع من المشروع على محور الضبعه، لو خدنا يمين هيوصلنا على طريق محور رود الفرج
وكوبري تحيا مصر ونروح منه على التجمع ومدينه نصر ومصر الجديده وسط والحتت البلد. دي كلها وسط البلد. ولو لو خد زايد بقى، بالظبط، لو ولو دخلت خدناه يمين هكمل على طول على طريق الضبعه، هيودينا الحتتين. عندك هتكمل على طول يطلعك على طريق الساحل. اخر الضبعه فيه 3 نزلات، نازله تنزلك العلمين، نازله تنزلك فوكا، ونازله تنزلك نزله الضبعه. طيب لو عايز اروح ناحيه الطريق السخنه، هقطع على محور الضبعه، بفضل ماشي مع محور الضبعه، باخد الفلاي اوفر ده وبخش ده الدائري الاوسطي. من الدائري الاوسطي 25 دقيقه بالظبط تبقى على التجمع. اول طريق السخنه عند ماستر. فانت بتتكلم الارض في قلب نيو زايد، دايركت على اهم محور رابط ما بين ايست انت بينك وويست. وبين مفيش طريق السويس دقيقه وخلاص انت في طريق الصحراوي، انا الصحراوي. التاني صف من على طريق الصحراوي. احنا برضو لو جايين الاكسبيليتي بتاعتي ازاي، احنا لو جايين من على طريق الصحراوي هنلاقي هنا بالم جاردنز، بنخش من عنده يمين، انا ببقى تاني قطعه ارض. خلاص. ولو احنا عايزين نروح من الشيخ زايد، انا ببقى ماشي من على وسط الدهشور، بخش الدخله بتاعت الكارما جيتس، بكمل على طول جيتس على ايدي الشمال، بكمل على طول اطلع على محور الضبعه، بخش معاه اجباري شمال، هلاقي نفق بنزل منه وبطلع بلاقي المشروع على طول. تالت طريق ان انا من نفس الدخله بيفري هيلز هنا فين؟ بيفرلي هيلز، كل دي بيفرلي هيلز بس بالظبط. يبقى انت بينك وبين بيفري هيلز، عشان العميل برضو يبقى عارف بالظبط، بينك وبين بيفري هيلز اعتقد 10 دقائق. ماكسيمم 10 دقائق 10 دقائق بالظبط كده. عظيم. ده كده اللوكيشن والطرق بتاعه المشروع الجديد. الاسعار من اول كام؟ الاسعار لحد دلوقتي احنا معانا الستارتنج هنبتدي من اول 11 مليون. طب في مطورين بيقولوا للعملاء سعر والعميل يفوجئ بسعر تاني خالص. بسعر تاني. لا، انا الاسعار اللي في الكارما بتقولوا الكلام ده احنا ثبتناه في كارما جيتس ونوفيلا وكي. الاسعار اللي بنقولها سواء للعميل او شركه البروكر ممكن يكون الستارتنج في فروقات بسيطه على التميز. هيبقى فيه، لكن بس مش مش فروقات يستحيل كبيرة. اقول لك 11 وتيجي تلاقي اول سعر 12513. هقول لك 11 هتيجي تلاقي حاجات 11 بلس بقى، في حاجات 11200 11300 11500 على حسب الارض مساحتها قد ايه ونسبه التميز بتاعها عامل ازاي. يبقى سعر التاون هاوس بيبتدي من 11 من 11. وسعر التوين لسه بقى في بيبتدي. الايام اللي جايه هقول لك كل الاسعار هتنزل لنا لكن الستارتنج احنا بتاعها. من اول 11 من اول 11 مليون بانظمه سداد 10% على 7 سنين اقساط بالظبط كده. الكارما فاها مظبوط. ده كان بريف لكل مشروعات شركه الكارما. شركه بصراحه من الشركات يعني ليها مشاريع كتير جدا في الشيخ زايد، ومن الشركات القديمه قوي في السوق يعني. متشكر جدا ليك يا عمر، شرفت بيك يا اسلام، نورتني في المكتب طبعا. بنورك ونشوف وعلى خير ان شاء الله. دايما على خير. اللي محتاج انه يعرف اي تفاصيل عن مشاريع زايد، سواء زايد القديمه او زايد الجديده، بحاول دايما اوفر لحضرتك ريفيوهات وشرح كامل، بحيث ان العميل اللي بيشتري النهارده يبقى اسلام الشاعر بيوفر له خدمه مجانيه، بان هو بيشرح له كل التفاصيل الخاصه سواء في زايد الجديده او زايد القديمه، لاهم الشركات اللي عندها سابقه اعمال وبتبني وبتحترم العميل بتاعها. اللي محتاج اي استفسار يقدر يكلمني على رقمي اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو. شكرا جدا لكم.